ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في قناتي. لو اول مره تشوفيني، انا ام جنى ودي قناتي يوميات ام جنى. اتمنى تنوريني وتشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بقدم روتينات وطبخ، حاجات هتعجبك ان شاء الله. بقدم روتينات تشجيعيه تشجعك انك تقومي تشوفي شغل بيتك وتخلصي كل اللي وراكي. بتمنى بس اهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنسيش تتفاعلي معايا باللايك والاشتراك لو مش مشتركه، ولو مشتركه انت منوراني وبشكرك جدا انك بتديني جزء من وقتك وتسمعي الفيديو بتاعي. الناس اللي بتعلق لي تعليقات حلوه ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، احنا هنعمل النهارده الروتين في الحمام ده، حمام الضيوف. انا عندي 2 حمام في الشقه، حمام تبع الماستر روم في الاوضه بتاعتي، وحمام ده للضيوف او لبقيه الشقه يعني. زي ما انتم شايفين كده الدنيا قد ايه مبهدله. طبعا بما ان اغلبيه يعني اغلبيه الوقت الولاد بيدخلوا الحمام ده، مش بيدخلوا الحمام التاني بتاع الاوضه الخاصه بيا. فطبعا بيتبهدل. وفي اوقات انا بكون بعمل حاجات في الشقه. الحمام بيكون اكتر حاجه مهروسه في الشقه يعني كلها، اللي هو ايه بقى؟ ان انت مثلا لو بتروقي في الشقه بتمسحي بتعملي، بيكون في ضغط على الحمام بقى، انت بتملي منه ميه، بتعملي بتغيري المساحه حاجات كده. طبعا زي ما انتم شايفين البانيو كانوا مالين وبقى واخدين فيه دش فمتوسخ، عايز برضو يتغسل. فالمفروض ان الحمام ده بيكون ايه؟ اخر حاجه بتتنضف يعني في الشقه بعد ما بنضف الشقه كلها علشان ما يتبهدلش تاني. لان لو بدات بيه بيتوسخ تاني لان بنملى منه ميه وكده. ده لو همسح يعني وكده. تمام. طبعا احنا عارفين ان الحمام يعني الست النظيفة عنوان نظافتها الحمام بتاع الشقة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الحمام بتاعي بيشغي نظافة. طبعا هو متبهدل، انا ما بسيبش الحاجة تتبهدل قد كده، بس قلت بقى كده ايه ننضفه مع بعضنا نعمل فيه روتين حلو. بصوا بقى كده ابتديت ان انا اشيل ايه؟ الفوط اللي هم المفروض تنشف بيها قبل كده. طبعا هم ما بينشفوا بفوطه بيسيبوها مكانها زي ما هي. انا الاول كنت بخليهم يطلعوها، لكن لقيت ان هم بيشيلوها بيحطوها على غسيل تاني ناشف، او بتترمي في باسكت الغسيل فبتبقى مبلوله. فقلت لهم خلاص سيبوها مكانها زي ما هي تتفرد ايه، تنشف وكده. تمام. شلتها بقى ايه، شلت الفوط الاول عشان خاطر الم الغسيل، يعني لو في غسيل او في اي حاجه اي مكان بدخله بلم منه الهدوم الاول. وعشان كمان بقى لما ابتدي اخرق كمان ما يبلوش. جبت بقى ايه المنظفات بتاعتي حواليا، جايبه كلوروكس وجايبه اريال وجايبه بريل وجايبه اللي هو هاربك بتاع التويلت. تمام. انا المفروض ان انا ببتدي بحط بالاريال الاول لان المكان متبهدل قوي صراحه. هو الاريال مش بيرغي قد كده يعني عشان خاطر الصابون بتاع يعني الصابون والحاجات اللي مستعملينها على الحوض مخليه مجير. فبعمل بالاريال الاول يدي تلميعه ونظافه، وبعد كده ايه بعمل بقى بالبريل يدي رغوه. تمام. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا ايه، بدأت بالحوض الاول. غسلته طبعا. بصي ما بدخلش مثلا الحمام ده اغسله الا لما بجيبه كله، بجيب الحيطان والارضيه والتويليت والحوض والمحبس، طبعا كل محبس في المكان. اي صبانه اي حاجه انا ما بخليش، حتى الباب الشباك. انا كان عندي شبابيك دي خشب بتاع الحمامين، طبعا غيرتها وخليتها المونتال بحيث ان لو جه عليها ميه في اي وقت ما تبوش الخشب، يعني يبوش بقى ويشقق وكده، لان انا جربت الخشب الصراحه لما بيجي عليه ميه بيتبهدل. طبعا هنا كده كنت غسلت الحوض واديته تلميعه كده ونضفته برده كمان بالايه، بالميه. ابتدي بقى اشوف مثلا الحاجات اللي على الحوض من فوق. بصوا المفروض الحته دي كان معلم فيها قوي. ايوه زي ما انتم شايفين كده في دايره من بعيد كده، لما بمشي ايدي عليها دي حساها اللي هو ايه، في حاجه عليها وسايبه اثر مش راضيه تنضف بالصابون وكده. فرحت جايه حاطه عليها الفلاش اللي هو بتاع الارضيات ده، بس اللي هو حطيته وغسلت على طول علشان ما ياثرش على الحوض يعني، او يخلي اللون بتاعه يبوظ او يتقشر او كده. فرحت جايه حطاه لقيته صراحه نضفه. اللي هو انا مش عايزه اسيب ايه اي اثر يعني في اي حاجه متوسخه او اي حاجه لها اثر. بصوا بقى كده نبتدي ننضف مكان الايه، المرايه. مكان الشامبوهات والحاجات اللي محطوطه. ان شاء الله بقى انا جبت معاكم في الفيديو بتاع السوق اللي فات. كنت جايبه شويه مشتريات من ضمنهم شياله يعني بلاستيك كده بتتحط في الحمام، بيتشال عليها بقى الشامبوهات والحاجات دي بحيث ان هي تخف الزحمه شويه عن المرايه. علشان كمان لو باصين في المرايه ما بتبقاش الايه الازاز مداريه علينا فمش عارفين نشوفه كده. بس ان شاء الله يا رب تكون هي بتاخد الايه الازاز اللي هي الطويله دي عشان ايه، حتى هتشيل، حتى لو شويه البطرمانات دي تشيل شويه حاجات كده. طبعا انا في الحمام بتاعي حاطه صابون مغربي وبودره الباديكير اللي هي الاملاح الباديكير الفواره اللي بتاع الشقات الكعبين، ماسك صنفره، بلسم للشعر، شامبو جيكي ده برضو نوع نضيف، والشاور جيل، وكمان كريم لبن جوز الهند ده التفتيح. وغير بقى طبعا الصابونه العاديه والليفه.
بس هو معظم الوقت اللي بنستخدم فيه الصابونة العادية دي بس يعني جوزي كده بيستعملها للحلاقة، اما بقية الحاجات التانية بقى الشاور والجل والكلام ده، ال- الشاور جل والبلسم والشامبو والكلام ده. انما برضو ساعات يعني بيستخدم للحلاقة جلات والحاجات دي اللي هو الجل بتاعه ده. حاجات بقى رجالي كده ما بنفهمش فيها بس معظم الاوقات اللي بنستخدم فيها الصابونة هي ده بس، لان انا بقى بقلق شوية من الصابون ده. تمام. معوده البنات برضو كمان ان هم يغسلوا شعرهم ببلسم، ما يحطوش شامبو خالص على شعرهم ولا شاور جل، لان الحاجات دي بيبقى فيها نسبه بوتاس كده. عشان كده لما تغسلي نفسك، لما تلاقي نفسك غسلت شعرك بالشامبو تلاقيه خشن، اعرفي ان هو في داخل فيه حاجه هي اللي مخشناه. يعني داخل فيه ماده اللي هي بترغي دي، اللي هي بتخلي الشعر يخشن. فعشان كده ايه، بنستخدم البلسم. البلسم تلاقيه مش بيرغي اصلا. معنى كده ان الماده اللي هي محطوطه اللي بترغي دي مش تمام. فبنجيب بقى البلسم ده علشان خاطر ايه، هو بينعم الشعرايه مش بيخشنها خالص. هنا بقى كنت حاطه الهربك الصراحه، حطيته بقاله مده يعني ممكن خد ساعه وشويه او اكتر، وكان عندي بقى شغل بخلصه. انا حسيت ان هو علم في التواليت. يعني الغطيين اللي اترفعوا دول فيهم اللون الازرق بتاعه مش راضي يروح الخطوط. حاولت ان انا ادعكها، دعكتها كتير جدا ما مش ظابطه معايا. بس هو نضف ولمع وكل حاجه، بس ساب اثر ازرق كده. يمكن ده عشان خاطر قعد معايا شويه. فلو يعني برضو ايه، نصحك انت ما تقعدهوش، لان انا عملت كده وهو ايه، الغطا ايوه اللي هو مرفوع ده يا جماعه حسيته فيه خط ازرق كده مش راضي يطلع. يمكن يكون مش باين في التصوير، بس هو لا عندي هو لسه باين حتى كمان لحد دلوقتي. تمام. ابتديت بقى كده خلصت الايه تواليت. ابتديت بقى كده ما فاضلش عندي غير البانيو، هجيب بقى الحيطان والحاجات كلها عشان لما اعمل البانيو يكون خلصت، مبقاش فاضل ايه غير الارض. تمام. اهم حاجه بس لما تكوني بتتفرجي على الفيديو بتاعي تجيبي الحاجه الجميله اللي بتحبي تشربيها بقى، شاي قهوه نسكافيه زي ما تحبي، نعناع بقى كركديه، وتروقي مزاجك كده وتقعدي تمسكي التليفون كده وتتنشطي بقى ايه، عارفه بصي الفيديو بتاعي فيديو تنشيطي تشجيعي كل حاجه في الحياه زي ما انتم شايفين اهو. وبلبطه عايزه اقول لكم والله العظيم انتم شايفين صوتي عامل ازاي. انا داخله على دور لوز ربنا اللي يعلم بيا بسبب البلبطه اللي انا عماله بلبطها لكم دي عشان اعمل لكم ايه روتين فيه رغاوي وميه وحاجات كده تشجعكم. فما تنسيش تحطي لي اللايك يا قمر. ويكون لو انت عندك شغلانه قومي كده شغلي الموبايل بتاعي جنبك كده هيشجعك، شغلي الفيديو بتاعي حطي الموبايل جنبك كده وانت بتشتغليها، او كوبايه شاي رايقه كده واقعدي اسمعي الفيديو. لو قدامك شغلانه قومي خلصيها، ما تكسليش. ما تقوليش بقى اصل الجو برد اليومين دول، على فكره مش بيحللي شغل غير بالليل. يعني انا مثلا لو عندي شغلانه وحتى والجو برد والله انا ما بنامش لما بيكون عندي شغلانه. انا مش هينفع يعني اكون راجعه من شغلي ولاقيه الحمام متبهدل كده والعيال مبهدلين حاجه وهنام واسيبها كده، مش هيجي لي نوم. بصوا لما ببقى صاحيه بقى الصبح كده مخلصه كل الشغل اللي ورايا بيجي لي نوم، وبقوم فايقه بقى، بقوم بقى كده على مناظر حلوه، بدل ما الاقي البانيو كده الاقيه بيلمع، ادخل الحمام الاقي البانيو بيلمع والشقه بتلمع، انا الصراحه ببقى مبسوطه. يكفي ان جوزي يدخل يلاقي مثلا هو سايب المكان كده يدخل يلاقي حاجه تانية. انا جوزي يا جماعه ما بيدخلش مكان يشوفه على حاله مرتين. يعني هو لو دخل لقى نضيف بيدخل يلاقيه متوسخ، لو دخل يلاقيه متوسخ بيلاقيه نضيف. ما بيشوفش الحاجه على حالها مرتين. الولاد ما شاء الله ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب بيبهدلوا شويه. هم عارفين ان انا وراهم، يعني عارفين ان انا همشي وراهم وهنضف وهعمل ومش هسيب حاجه ولا اخلي حاجه لما ايه اخليها زي الفل. ربنا يا رب يخليهم لي ويهرسوا ومفيش مشكله وانا انضف وراهم عادي. برضو ابتديت ان انا اجيب ايه كل حته في الحمام زي ما انتم شايفين. الصبانه دي نفس النظام، اي حته بروحها بدعك حواليها احضنها. بصوا بقى الصبانه دي برضو بتوقع حاجات كده لانها مفتوحه ليها فتحه، فبتنزل على الحيطه اللي تحت دي، فبتبقى اكتر يعني اكتر حته مجيره في الحيطه النحادي دي كلها. وطبعا الحيطه دي اصلا بتجير عن بقيه الحمام لانها جنب الدش. الدش بينزل الميه بتنزل من نفس الحيطه دي، فبيقع عليه ميه، يعني في ميه بتطرطش عليه فبيبهدل شويه عن بقيه الحيطان. يمكن الحيطه دي اللي انا بغسلها دي اكتر حيطه مش متبهدله فيهم اصلا. الحيطه دي بعيد خالص عن الحمام جنب الباب على طول. ان شاء الله في الحته دي بقى في تحت حنفيتين اهم، انا عامله الصرف بتاع الغساله الاوتوماتيك ان شاء الله انقلها في الحمام هنا. وبدل ما انا حطاها تحت الرخامه في المطبخ عشان انا عايزه اقفل ان شاء الله المونتال قريب، هقفل المونتال تحت الرخام. فمش هينفع ان انا احط الغساله، هضطر ان انا ابقى سايبه المكان بتاعها مش متقفل عشان اعرف افتحها واقفلها. فانا الحمد لله كنت عامله حسابي ليها بالصرف هنا، بس انا كنت حاطاها في المطبخ عشان صراحه خايفه الولاد يبهدلوها بالميه وكده. لكن لا هي بعيد وان شاء الله هتكون بعيد عن الميه. وهي اصلا لو اتغطت بالكسوه بتاعتها هتكون خلاص هي تحميها من الميه، لان ظهرها جنبها هو اللي هيبقى ناحيه البانيو، لا وشها ولا ظهرها. الحمد لله الغساله بتاعتي برضو حديد مش بلاستيك، فان شاء الله ايه يعني ربنا يستر كده ولما نجيبها هنا ما تبصش ولا تتبهدل.
ونقفل بقى ألمونتال ارفف وحاجات. نبقى ان شاء الله نعمل فيديو على الحاجات دي. بس بقولوا لي برضو كده انتوا الناس اللي حضرت معايا فيديوهات للمطبخ، شايفين السيراميك بتاعي ابيض واسود والرخام اسود، فقولوا لي لو ينفع اعمل ايه ألمونتال، لان انا لو عملت مطبخ ألمونتال قريب، يعني لو عملته بعد كده مطبخ ألمونتال هيكون هو نفس لون التقفيل اللي انا اقفل منه دلوقتي. فاختاروا معايا لون حلو كده ينفع ان انا ايه اعمله واقفله، بحيث ان انا ما اجيش بعد كده اقول يا ريتني عملت لون كذا، طب ده لايق ده مش لايق. اختاروا معايا يا جماعه بالله عليكم، المواضيع دي تفرق معايا جدا. والناس اللي دخلت معايا برضو ادخلوا كده خدوا لفه في القناه، شوفوا فيديوهات في الصاله، فيديوهات في الحمام، في المطبخ. خشوا في فيديو في الصاله كده، انا بعمل ان شاء الله اليومين دول ركنه كده للصاله. محتاجاكم تختاروا معايا كده الوان تكون لايقه. انا الشقه عندي رمادي اصلا رصاصي، محتاجاكم تختاروا معايا لون حلو يليق وما يكونش قديم وما يكونش هيقدم يعني يروح عليه موضه. انا بختار برضو الرصاصي لان هو لون حيادي بيليق على الوان كتير، وفي نفس الوقت مش الموضه مش هتروح عليه بسرعه. كان ممكن اختار بيجات واوفات وحاجات كده، الالوان دي برضو حلوه قوي بحبها. بس انا كانت الشقه اصلا قبل ما تتوضب كانت بيجات، وشقتي كان عندي شقه قديمه برضو تانية بيج، فاللي هو خلاص بقى كنت خلاص كرهت اللون، فقلت خلاص اغير. فلقيت ان الفضي هو انسب حاجه، وكان كمان ماشي موضه. وفي نفس الوقت برضو ايه هيليق على حاجات كتير، مش هيحكمني بلون معين. زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصت الحوض بالقعده والبانيو، عملت برضو الحيطان بالمحابس بكله، وابتديت ان انا ارش فلاش على الارضيه، فلاش ده منظف. ابتديت ان انا ايه سبته شويه كده لقيته بيفور بينضف في الارض، فدعكت الاول بالفلاش لوحده، وبعد كده رميت اريال بميه على الارض عشان ايه بقى يبتدي يرغي ويشيل المنظف من الارض. وفي نفس الوقت ينضف كده ويدي لمعه حلوه. بس انا قلت ادعك بالمنظف التاني الاول اللي هو الفلاش، علشان خاطر لو في اي حاجه في الارض تطلع كويس. تمام. ابتديت بقى ان انا كده زي ما انتم شايفين انا ما خليتش حاجه الا وبتلمع. رشيت برضو ميه على الشبابيك وانا واقفه، ما خليتش حاجه. بصوا ما يهمكيش ان المكان يتبهدل عادي، يبهدلوا براحتهم واحنا ننضف وراهم. بصي مادام انتي البيت عندك متبهدل، معناها ان اللي موجودين في البيت واخدين راحتهم، اطفال بيلعبوا بياكلوا بيشربوا بيرسوا، وبعد كده ايه انت هتنضفي وراهم. لازم ياخدوا راحتهم في البيت، لان احنا مش سايبينهم للشارع. انا مش سايبه اولادي للشارع، انا سايباهم في البيت. يعني ما بطلعهمش الشارع قد كده، هم في البيت طول الوقت. فلما كانوش ياخدوا راحتهم في البيت هياخدوا راحتهم فين؟ وانا ما ينفعش انت تقعدي تقولي للعيل ما تلعبش ما تقومش ما تعملش ما تسويش، ما تحبسيش العيل ما تحبسيش حريته. يكفي ان هو مش بره البيت، الدنيا برد ولمين ولادنا في بيوتنا، مش مشكله ما يبقى باظ وعادي ما فيش مشكله خالص. ايه يعني ما تقوليش المكان ده انا هنضف هنا هطلع الاقي هنا توسخ، انا مش عارف ايه هعمل ايه، وانا كده هي حيلي مهدود، انا طول الوقت بعمل وراكم، انا انتوا مش بتنضفوا انتوا مش بتعملوا. لا سيبيهم، هم ليهم وقت بيبهدلوا فيه، بكره هيكبروا وهيعرفوا وهيساعدوكي كمان وهيقفوا معاكي ويبقوا هم اللي بينضفوا مكانهم بعد كده. مفيش مشكله خالص عادي، ما تحسسهمش ان هم بيعملوا كارثه يعني. انت كمان كأم انت ده مسؤوله عن ده اصلا. وانت بصي الست بتحس ان هي مهمه في البيت لما بتلاقي نفسها بتعمل، بصوا متكلين عليها في كل حاجه، في نظافه متكلين عليها، في اكل في شرب في كل حاجه. احنا بنحس بقيمتنا لما بنعمل حاجه زي كده، وهم كمان بيحسوا بالفرق بين قبل وبعد. زي ما انتم شايفين كده الفيديو، لو كان عجبكم الفيديو حطوا اللايك. ده الشكل النهائي بقى للحمام بعد ما تلمع وتنضف وحطيت الفوطه. حطي اللايك، ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك. لو في حاجه مش عاجباكي قولي لي في التعليقات، بس يا ريت باسلوب كويس. انا بقبل النقد عادي، وادخلوا قولوا لي رايكم في اي حاجه مش عاجباكم، والحاجه اللي عجبتكم برضو قولوا لي. واستنوني برضو ان شاء الله في فيديو جديد جاي قريب. انا ان شاء الله مش هفوت لكم يوم لما انزل لكم فيه فيديو حتى لو بسيط، هشارككم يومياتي على طول. حتى فيديو الاكل اللي انا بنزله مش بنزل لكم طريقه الاكل، انا عارفه انتوا شطار، انا بشارككم يومياتي، بشارككم اليوم بتاعي عملت فيه ايه. تمام. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله على خير. مع الف سلامه، باي باي.